أهلا بيكم. تخيل معايا دلوقتي إنك ماشي حافي على أرض مليانة إزاز، مش محتاج تقوم ومش محتاج تتحرك، بس خلي دماغك يتحرك. هل حسيت بتوتر في رجلك؟ وهل حسيت إن عضلات رجلك اتشدت شوية مع إنك ما اتحركتش من مكانك؟ تعال أحكي لك موقف حصل لي. مرة أنا وواحد صاحبي كنا بنتكلم عادي وفجأة انفجر في الضحك. مش ضحك عادية، ضحك هستيري بدموع. مش قادر يتكلم ومش قادر يكمل جملة. بعد ما هدي شوية سألته إيه اللي بيضحكك؟ فقال تخيلت إن حد بيزغزغني. مجرد تخيل جملة واحدة في دماغه من غير ما حد يلمسه ومن غير ما يحصل أي حاجة في الواقع وخلته ينهار من الضحك. والسؤال هنا يا ترى دماغه كان بيضحك على إيه بالظبط؟ لأن الزغزغة ما كانتش موجودة واللمس ما كانش موجود ومفيش حاجة حقيقية، بس الضحك كان حقيقي. تعالى نفهم أكتر. أنا إسماعيل أحمد ودي قناة الجانب الرمادي، يلا بينا نبدأ. اللي حصل مع صاحبي ده مش حالة نادرة ومش حاجة خاصة بيه أو بتركيبته. ده بيحصل لينا كلنا كل يوم وبأشكال كتير. لما تبكي على فيلم انت عارف ان اللي على الشاشة ممثلين، عارف ان القصة اتكتبت وعارف ان مفيش حد مات فعلا، بس دموعك حقيقية. لما تحلم ان حد بيطاردك وتصحى وقلبك بيدق، اللي في الحلم ما كانش موجود بس الادرينالين في دمك كان حقيقي. لما تتخيل انك بتاكل حاجة شهية وريقك يجري، مفيش اكل ومفيش طعم بس الاستجابة حصلت. يا ترى كل ده بيحصل ليه؟ في البداية ما تنساش لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، وتعالى نفهم. مبدئيا الجسم مش بيفرق، او معنى ادق الدماغ مش بيفرق، بيتعامل مع اللي بيتخيله كانه واقع لو التخيل كان قوي بما يكفي. والسؤال مش ليه بيعمل كده، السؤال ازاي بيعمل كده. ازاي الدماغ بيترجم فكره لاستجابه جسديه حقيقيه. في 3 ظواهر بتفسر ده وكل واحده اعمق من اللي قبلها. اولا الزغزغه. خلينا نرجع لصاحبي عشان نفهم ليه ضحك من تخيل الزغزغه. لازم نفهم الزغزغه نفسها الاول. الزغزغه مش حاجه واحده، العلم بيقسمها لنوعين مختلفين تماما. النوع الاول اسمه نسمسز. النسمسس ده الإحساس الخفيف، زي لما حاجة خفيفة جدا تتحرك على جلدك زي ريشة أو شعرة، بيخلق إحساس بحكة خفيفة وتنبه. مش بيضحكك، مجرد بيخليك تاخد بالك من جسمك. النوع التاني اسمه جارجالسز. ده الزغزغة العميقة اللي هي في الإبط أو الخصر أو باطن القدم. ده اللي بيخليك تنهار وبيخليك تضحك من غير ما تقرر. جسمك بيتحرك وبيضحك وانت مش قادر توقفه. طيب ليه انت ما تقدرش تزغزغ نفسك؟ جرب دلوقتي، حاول تزغزغ نفسك. مش هينفع، مش هتضحك. ليه؟ لأن في السيربيلم أو المخيخ في دماغك في نظام بيشتغل طول الوقت، مهمته إنه يتوقع نتيجة كل حركة بتعملها. لما أنت اللي بتحرك إيدك، المخيخ بيعرف مسبقا الإحساس الجاي ده قادم منك، فبيبعت إشارة للقشرة الحسية الجسدية اللي هي سوماتوسنسوري كورتكس، بيلغي فيها الاستجابة لأن مفيش خطر، مفيش مفاجأة لأن أنت اللي بتعمله. بس لما حد تاني بيزغزغك، المخيخ مش قادر يتوقع، الإشارة بتيجي من مكان بره من جسم تاني، فمفيش إلغاء والاستجابة بتنفجر. ده معناه من منظور علم النفس إن الضحك من الزغزغة مش متعة، ده رد فعل دفاعي. جسمك بيكتشف إن في حاجة بتلمسه من مكان ما كانش متوقع. دلوقتي بقى لو رجعنا لصاحبي ده، هو ما اتزغزغش من حد، هو بس دماغه خلق محاكاة حسية قوية لدرجة إن المخيخ معرفش يفرق. التخيل كان قوي بما يكفي إنه يبدو حقيقي. الدماغ شغل نفس الدوائر العصبية اللي بتشتغل في الزغزغة الحقيقية. القشرة الحسية الجسدية اتنشطت، والمهاد اتنشط، المناطق المسؤولة عن ردود الفعل الدفاعية اتنشطت. من غير ما حد يلمسه، الدماغ ما شافش فرق. الظاهرة التانية mental rehearsal. سنة 1995 عالم أعصاب اسمه ألفارو باسكال ليون في جامعة هارفارد عمل تجربة. التجربة دي اتنشرت في مجلة ساينس وغيرت فهمنا لإزاي الدماغ بيتعلم. أخد مجموعة من الناس كلهم ما يعرفوش يعزفوا على البيانو خالص، قسمهم لمجموعتين. المجموعة الأولى اتدربت على تمرين بيانو محدد 2 في اليوم لمدة 5 أيام متتالية، إيديهم على الأوتار وصوابعهم بتتحرك وفي موسيقى حقيقية. المجموعة التانية اتعلمت حاجة مختلفة تماما. قعدوا قدام البيانو من غير ما يلمسوه وتخيلوا بس إنهم بيعزفوا نفس التمرين، نفس الأصابع، نفس الحركات، بس في دماغهم وبس. 5 أيام من غير ما يلمسوا أي أوتار. في النهاية باسكال ليون عمل رسم المخ للمجموعتين. المجموعة اللي اتدربت فعلا، المنطقة الحركية في دماغها اتوسعت، الخلايا العصبية المسؤولة عن الأصابع بنت اتصالات جديدة، وده متوقع لأن ده ازاي بنتعلم أي حاجة. المجموعة اللي تخيلت نفس الشيء تقريبا حصل، المنطقة الحركية اتوسعت والاتصالات العصبية اتبنت بنفس الطريقة اللي اتبنت بيها المجموعة اللي اتدربت فعلا.
يعني دماغ اتدرب على حاجة ما حصلتش، وده مش كلام فلسفي، ده قياس فيزيائي حقيقي لتغيير في بنية الدماغ. وهنا لازم نكون دقيقين، التخيل لوحده مش هيخليك تعزف. المجموعة اللي اتدربت فعلا كانت أحسن في الأداء الفعلي. التدريب الحقيقي لسه هو الأساس. بس اللي التجربة كشفته إن التخيل بيبني نفس البنية العصبية اللي بيبنيها التدريب، وده بيختصر الطريق وبيخلي الجسم يستجيب أسرع لما التدريب الحقيقي يبدأ. والرياضيين عرفوا النتيجة دي قبل ما العلم يثبتها. مايكل فيليبس اللي كسب 23 ميدالية أولمبية ذهبية كان بيتخيل السباحة بالتفصيل قبل كل سباق، مش بشكل عام لكن بالتفصيل الكامل، كل حركة وكل لفة. حتى لو حاجة غلط حصلت كان بيتخيل ازاي يصلحها. ومدربه بوب بومان سمى ده الفيديو الذهني. وده مش هواية، ده علم، لأن الدماغ اللي بيتخيل الحركة بيبني نفس المسارات العصبية اللي بيبنيها لما بيعملها فعلا. الفرق بين التخيل والواقع في الدماغ أصغر بكتير مما احنا بنفترض. الظاهرة الثالثة بلاسيبو. سنة 1996 في مستشفى في هيوستن في أمريكا، جراح عظام اسمه بروس موزلي كان بيشتغل مع مرضى بيعانوا من ألم مزمن في الركبة، ألم حقيقي بيأثر على حياتهم وبيمنعهم يمشوا صح. موزلي قرر يعمل تجربة وحصل على موافقة المرضى والمستشفى. قسم المرضى لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اتعملت لها عمليات حقيقية كاملة، تنظيف مفصل الركبة من الداخل. المجموعة الثانية اتعملت لها عملية جزئية، تنظيف بس من غير إصلاح كامل. المجموعة الثالثة دخلت غرفة العمليات، اتخدرت والجراح عمل 3 شقوق صغيرة في ركبتهم وبعدين قفلها من غير ما يعمل أي حاجة جوه، مجرد شقوق على الجلد. المرضى ما كانوش يعرفوا هم في أنهي مجموعة، والنتيجة بعد سنتين من المتابعة إن المجموعة الثالثة اللي ما تعملهاش أي عملية حقيقية اتحسنت بنفس النسبة تقريبا زي المجموعتين التانيين. ناس كان بيعانوا من ألم حقيقي وبيتعبوا في المشي وبيصحوا بالليل من الوجع وصلوا للشفاء من عملية وهمية. الجسم وصل للشفاء من حاجة ما حصلتش. ازاي؟ لما المريض دخل غرفة العمليات دماغه بنى توقع ان جراح ماهر هيعمل عملية هتصلح الركبة. التوقع ده خلى الدماغ يبعت اشارات لجهاز المناعة، لمراكز الألم، لهرمونات في الجسم، وجسمه استجاب للتوقع مش للعملية. ده مش معناه ان الطب وهم، ومش معناه ان كل مرض في دماغك تقدر تتخيل انك شفيت منه، بس معناها ان التوقع لما بيبقى قوي وعميق وصادق بيخلق استجابة بيولوجية حقيقية جوه الجسم، ودماغك بيصدر أوامر وجسمك بينفذ حتى لو السبب مش موجود في الواقع. لو لاحظت معايا هتلاقي ان في 3 ظواهر في 3 مجالات مختلفة تماما، زغزغة وتعلم وطب، بس فيهم خيط واحد يجمعهم مع بعض. الدماغ مش بيعالج الواقع كما هو، الدماغ بيعالج توقعه للواقع، مش بيستقبل الحقيقة، بيبني نموذج للحقيقة جوه نفسه، ومع كل تجربة وكل توقع بيحدث النموذج ده. وكل ما زادت قوة التوقع زادت واقعيته على مستوى الجسد. صاحبي توقع الزغزغة بقوة فجسمه استجاب لزغزغة مش موجودة، والمجموعة اللي تخيلت العزف توقعت الحركة بوضوح فدماغها بنى مسارات عصبية حقيقية. والمرضى اللي دخلوا غرفة العمليات توقعوا الشفاء بصدق فأجسامهم بدأت تتعافى. في الحالات الثلاثة الواقع الخارجي ما كانش كافي يفسر اللي حصل، اللي فسره كان الواقع الداخلي اللي الدماغ بنى وصدق عليه. والسؤال الجوهري هنا، لو الدماغ بيخلق كل ده من التوقع، ايه اللي بيخلقه جوه جسمك كل يوم من غير ما تاخد بالك منه؟ في النهاية ما تنساش، فهمك لنفسك هو أول خطوة للتغيير، والوعي هو مفتاحك لكل خطوة جديدة. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، واشوفك في رحلة جديدة جوه عقلك.